مرحبا يا حبيبي، ان شاء الله تكونوا مبسوطين. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. فيديو اليوم بدي احكي عن السعادة. happiness. السعادة. 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 أنا سعيد. السعادة، نعم إنها السعادة. كثير عالم بتظن إنه إذا هي امتلكت كل شيء، امتلكت مصاري كذا، صارت هي سعيدة. كثير عالم بيقول لكم إنه المال لا يصنع السعادة. طب هاي فكرة غلط، لا كلها غلط ولا كلها صح. المال فقط لا يجلب السعادة، أهدافك التي تجلب السعادة. في كتير أمثلة العالم عندها كل شيء بس هي أبدا بحياتها مو سعيدة، أبدا بحياتها مو سعيدة. لأنه السعادة هي طمأنينة، هي سلام داخلي، هي شيء أنت بتشعر فيه بداخلك. طب اسمعوا شوي لكم، بدي كل واحد منكم عم يشوف الفيديو يروح يقعد مكان هادي، يقعد مكان فيه هدوء ويبعد عن الناس. بدي الكل غمضوا عيونكم معي وركزوا معي. كل يغمض عيونه ويتخيل انه هو على شاطئ البحر، او يتخيل انه هو بالمكان اللي هو بحبه، مكان هو مرتاح فيه. كل يغمض عيونه يحس بالشمس اللي عم تجي عليه، وبعدين يحس هلا بالهواء اللي هلا اجا البارد اللي انعشه، ويسمع صوت امواج البحر، يسمع صوت العصافير. بدي كل واحد منكم ياخذ نفس عميق وهو يضل حاسس حاله، يضل انه هو بهالقرنة، حس انه هو بهذا المكان. كل فتح عينه. شفتوا هذا الشعور الجميل اللي انتم شعرتوه؟ هي السعادة، هي السعادة. السعادة ما لها شيء، ما لها تعريف، ولا هي الدوبامين اللي بيجي اللي بيفرزه مخك حتى انت تكون سعيد. السعادة هي جوات قلبك. في كتير عالم بتشوفهم انت يعني بتقول له يا زلمة انبسط، يا زلمة افرح، شوف، بيضل بشوف دغري دائما الشغلات السلبية، بيحكي لهم يا اخي عن الشغلات السلبية وبحط بعقله انه اذا هو صارت انه هي الشغلة رح تخليه بعدين يعني اللي حصدقها بعدين رح يصير تعيس. احكي لكم خلينا نكون ايجابيين، خلينا كلنا نكون ايجابيين. لو كنا سلبيين نحن نشعر بالسعادة بحياتنا. خلينا نكون ايجابيين باي شيء. باولو كويلو عنده مقولة بيقول فيها: لا شيء خطأ تماما، فإن الساعة يعني منزوعة تكون صحيحة مرتين في اليوم. لا تكون انت كئيب، لا تكون انت تعيس. فكر دائما بطريقة ايجابية، فكر دائما نحو الافضل. شوف انت شو عندك هلا وشوف الافضل. لو انت دائما تشوف سلبي سلبي سلبي، انت والله حياتك جحيم. في ابن القيم رحمه الله قال على قد ما انه الزلمة سعيد وايجابي بحياته، قال انه عم يحكي انه اذا اعداؤه، عم يحكي انه كيف بدهم اعداؤه يعاقبوه. الا اذا نفوه فهي سياحة له، او اذا سجنوه فهي خلوة له مع ربه، او اذا قتلوه فهو شهيد. يعني الله على كمية الايجابية والسعادة بهي الجمل. خلونا نعيدها: اذا نفوه سياحة. عالم تاني بقول نفوني بعدوني عن ارضي، لا انا تعيس، انا انسان حزين وكذا، هو ما عنده ولا شيء. اذا سجنوه فخلص هي نهاية عمره، لا ما هي نهاية عمره. قال لك انه هي خلوته مع ربه، بصير بفكر خلوة له مع الله سبحانه وتعالى. اذا قتلوه انتهت حياته، بعد لا هي شهيد. في كتير عالم تجي عليها مصائب قليلة تنهار، تفرط، ما عاد بصير إلى أي شيء لحتى تساويه. تيأس 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 من الحياة. أنا بتكون مصايب قليلة، أما زلمة تاني يكون إيجابي وسعيد تيجي عليه المصائب بيحزن يوم يومين، بعدين بيتجاوزه وبيحلها، ما بيضل قاعد على نفس المصيبة وما بيحلها.
اتمنى انه كلياتنا نكون سعيدين وفرحانين بحياتنا، لانه السعاده هي شيء نحن من داخلنا، شيء نحن نتحكم فيه. مو السعاده اذا انت تحكمت، مو السعاده اذا انت انت امتلكت كل شيء. السعاده انجازات، انجاز ورا انجاز، هي السعاده. السعاده انه انت تكون من جواتك عندك سلام داخلي، هي السعاده. سعادة كل واحد له تعريف خاص للسعادة، وإن شاء الله نكون كلنا سعيدين، وبدي كلياتنا نكون سعيدين. بهذا الفيديو أنا اضطريت لموضوع السعادة، إنه كثير شايف ناس أبدا مو سعيدين بحياتهم. هيك أنت كون الإنسان السعيد. تعرف إنه السعادة تنتقل، السعادة معدية، لأنه إذا أنت كنت قاعد مع مجموعة من الناس سعيدين، أنت أوريدي رح تكون كمان سعيد. وكمان إذا أنت كنت مع مجموعة من الناس تعيسين، انت كمان رح تكون تعيس. لهيك شفتوا التخيل قلت لكم اياه باول الفيديو، بتمنى كلياتنا كل يوم نتخيل انجازاتنا، ونتخيل شو نحن بدنا نكون بعد 10 سنين، ونفيق من هذا التخيل ونصنع انجازات، ونصنع وننجز. لانه اذا ما عملنا هيك ما رح نكون سعيدين، واذا نحن كنا سعيدين رح نشتغل احسن، ورح ننجز احسن. مشان هيك هذا كان اخر الفيديو، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا. ان شاء الله حطوا لايك على الفيديو، وتشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، وشاركوا الفيديو مع اصحابكم. هذا فيديو حبيت نزله لانه كثير في عالم تعيسه بحياته، ولازم انت تكون سعيد، لا تكون تعيس وبعد عن مجموعات الناس سعيد تعيسه حتى انت تكون سعيد. وبس هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا، ومع السلامه.